أهلا بيكم. في الشرح بتاع النهاردة هنفكك مع بعض أساسيات الكتابة، يعني هنبص على الطوب اللي بنبني بيه أي نص، وهنركز على وحدات البناء الأساسية خالص، من أول إزاي نعمل فقرة مثالية لحد ما نوصل للجمل القوية اللي بتكون الفقرة دي. كتير مننا بيقعد قدام صفحة بيضة ومش بيبقى عارف يبدأ منين. إحساس مش غريب خالص. السؤال اللي بيلاح علينا كلنا هو إزاي أقدر أبني فقرة مثالية، فقرة تكون متكاملة كده وليها معنى. ده بالظبط التحدي اللي هنفهمه سوا النهاردة. طيب، يلا بينا نبدأ بالجزء الأول من الخريطة بتاعتنا. الفقرة مش مجرد شوية جمل مرصوصة ورا بعض وخلاص، لأ، دي ليها هيكل وتشريح واضح وبسيط جدا. ببساطة شديدة الفقرة هي مجموعة جمل بتتكلم عن موضوع واحد بس، موضوع محدد. النقطة الجوهرية هنا هي التركيز. كل فقرة لازم يكون ليها فكرة مركزية واحدة بس. وأي فقرة في الدنيا مهما كانت بتتكون من 3 أجزاء أساسية. أول حاجة الجملة الرئيسية اللي بتقدم الموضوع، وبعدين الجمل الداعمة اللي بتشرح وتدي تفاصيل، وفي الآخر خالص الجملة الختامية اللي بتقفل الموضوع. وعشان ما ننساش التركيبة دي أبدا، في تشبيه لذيذ قوي ومشهور بيسهل الموضوع خالص، وهو طريقة البرجر. تخيلوا معايا إن الفقرة دي ساندويتش برجر. أول حاجة فوق إيه؟ العيش طبعًا. دي بقى التوبيك سنتنس أو الجملة الرئيسية، هي اللي بتلم الساندويتش كله على بعضه، ومن أولها بتقول للي بيقرا خلي بالك الفقرة دي هتتكلم عن كذا وكذا. بعد كده بيجي دور الحشو اللي هو أهم حاجة في الساندوتش. دي بقى الجمل الداعمة، يعني التفاصيل، الأمثلة، الأدلة، كل الحاجات اللي بتشرح الفكرة الرئيسية وتخلي الفقرة بتاعتنا غنية وليها طعم ومعنى. وفي الآخر لازم نقفل الساندوتش عشان يمسك نفسه، صح؟ دي بقى قطعة العيش اللي تحت، اللي هي الجملة الختامية. وظيفتها إنها تلخص الفكرة كلها، وغالبا بتعيد صياغة الجملة الأولى بس بطريقة مختلفة عشان المعلومة تثبت في الذهن. تمام أوي. كده فهمنا الهيكل العام للفقرة. دلوقتي بقى يلا ندخل أعمق شوية ونشوف الطوب والإسمنت اللي بيبنوا الهيكل ده، يعني إزاي نصيغ جمل قوية من الأساس. الموضوع بسيط واضح. الفقرة الكويسة هي في النهاية مجرد مجموعة من الجمل اللي مكتوبة صح، يعني لو أتقنا بناء الجملة هنعرف نبني فقرة سليمة وممتازة. أول قاعدة عشان الكتابة بتاعتنا ما تكونش مملة هي التنويع. لازم ننوع في الجمل اللي بنستخدمها. مرة نستخدم جمل بسيطة عشان نوصل فكرة مباشرة وسريعة، ومرة نستخدم جمل مركبة عشان نربط فكرتين ببعض، ومرة تالتة نستخدم جمل معقبة عشان نضيف تفاصيل أكتر. طيب إزاي نربط بين الأفكار دي؟ بنستخدم أدوات ربط بيسموها أدوات العطف. في الإنجليزي بيختصروها في كلمة fan boys عشان تبقى سهلة في الحفظ، ودي بترمز الأدوات زي for and but or وهكذا. الأدوات دي بتخلي الكلام يتدفق بسلاسة. يعني مثلا بدل ما نقول الفنيين اكتشفوا المشكلة، الفنيين لقوا صعوبة في حلها، جملتين مقطوعين كده. الأحسن نربطهم ونقول الفنيين اكتشفوا المشكلة لكنهم لقوا صعوبة في حلها. نيجي لنقطة تانية في منتهى الأهمية، خلوا الفاعل هو بطل الجملة. بصوا على المثال ده عشان نفهم الفرق. بدل ما نقول جملة طويلة زي استخدام هذه الطريقة سيقضي على المشكلة، ليه اللفة دي؟ الأقوى والأوضح بكتير إننا نقول هذه الطريقة ستقضي على المشكلة. شفتوا الفرق؟ الجملة التانية مباشرة قوية وبتوصل المعلومة على طول. وبنفس الطريقة بالظبط لازم نركز على الفعل الحقيقي. بلاش نستخدم صيغ ضعيفة ومبنية للمجهول لو مش محتاجينها. بدل الجملة الضعيفة دي يتم تحضير كل محلول مرتين، الجملة الأقوى منها هي يحضر كل محلول مرتين. استخدام فعل واضح ونشط بيدي للجملة حياة وقوة أكتر. دلوقتي بعد ما بنينا الأساس لازم نعرف إزاي نتجنب شوية أفخاخ كده شائعة ممكن تضعف الكتابة بتاعتنا من غير ما ناخد بالنا. دي بقى اللمسات الأخيرة اللي بتضمن إن شغلنا يطلع مظبوط. هنتكلم عن حاجة اسمها المعدلات أو الموديفايرز. ببساطة دي كلمة أو عبارة بتوصف حاجة تانية في الجملة، مكانها بيفرق جدا في المعنى، ولازم نكون حريصين قوي وإحنا بنستخدمها. أول فخ هو إننا نحط الموديفاير ده في مكان غلط. يعني لو قلنا موضوع الاجتماع هو الطاقة الحرارية الأرضية في فندق هيلتون، المعنى هنا ممكن يتفهم غلط، كأن الطاقة الحرارية نفسها هي اللي موجودة جوه الفندق. لكن لو صلحناها وقلنا موضوع الاجتماع اللي بيتعقد في فندق هيلتون هو الطاقة الحرارية الأرضية، كده المعنى بقى واضح ودقيق. الفخ التاني بقى، وده بيحصل كتير قوي، هو الدانجلينج موديفاير، يعني الموديفاير اللي تايه في الجملة ومش لاقي حاجة يوصفها. بصوا على المثال ده. أثناء البحث عن الإجابة بدت التعليمات غير واضحة. لو فكرنا فيها لحظة، مين اللي كان بيبحث عن الإجابة؟
الجملة زي ما هي كده بتقول إن التعليمات هي اللي كانت بتبحث، وده طبعا كلام مش منطقي خالص. عشان نصلحها لازم نوضح مين الفاعل، فنقول مثلا وأنا ببحث عن الإجابة التعليمات كانت تبدو غير واضحة. كده المعنى استقام وبقى مظبوط. والصورة دي بتلخص الفكرة بشكل لطيف. لما بنسيب الموديفاير متعلق في الهوا كده من غير ما يحدد هو بيوصف مين بالظبط، ممكن نوصل لجمل غريبة أو مربكة أو حتى مضحكة. الخلاصة إذن إن الكتابة الكويسة مش سحر ولا موهبة بنتولد بيها وخلاص، هي في الأساس مهارة بتتبني على قواعد وهياكل واضحة، وأي حد عنده استعداد يقدر يتعلمها ويتقنها مع الوقت. والسؤال الأخير اللي هنسيبه ليكم عشان يكون نقطة انطلاق عملية، يا ترى إيه هي أول فكرة هتبدأوا تبنوها في فقرة متكاملة وتطبقوا عليها القواعد